سجحنا في الجماعة دي، ورحت الأردن ورحت العراق ورحت ليبيا ورحت بورسعيد ورحت دمياط، خدمت لما عين أمي كده، ما خليتش مكان اللي ما رحت. بس انت الحمد لله ربنا كرمك وبتعرف تتأجر تلزم بالإيجار، دي أحسن حاجة. لا أنا شريت 18 جراد هنا بس. والله شريتها دي لها سنتين. اللهم صل على النبي. كان عندي شوية 7 جراد في حتة مع 50 تاخد بالك منها. أيوه طبعا. جيت رحت مكملة خدت 18 جراد على شريت مع اللهم صل على النبي. جبت السرعة بتاع الجحرية أولها من فوق. مع السبخة يعني. أيوه جبت السرعة بتاع الجحرية. كنت زرعها جنبها وزرعتها الوقت بتاع ذرة. استلمتها يعني دي لها سنة ولا سنتين معايا. بس ايه لمت اللي كان معايا كله. ما هم ليه؟ ما هو يا شاري السين فجبت سنة ده. هو أيوه يا شاري. بس دي يعني دي زي ما تقول كلها عملتها من دراعة برضه. الحمد لله. شقاية. الحمد لله رب من اللي انا لفيت كتير. انا قعدت 5 سنين في ليبيا هنا مع ورا بعض كله. الأيام اللي فاتت دي. لا زمان الكلام ده 10 سنين. يعني يعتبر في الأيام اللي فاتت اللي هي ليبيا الأخيرة يعني، مش ليبيا، أصل ليبيا دي كانت زمان في السبعينات. لا مش في السبعينات. وبعدين جت في مرة قفلت. ياما كان على الحصار. أيوه بعدين فتحت تاني. ياما كان على الحصار كنت أنا هناك. ياما كان الحصار بتاع الكورب ده كان ولا هي. أيوه. وقعدت في الأردن فترة. وفي العراق أيام قبل الغاز. كاتب لك البلاد دي كانت حلوة والله. بس انت كنت يعني بتسافر من بدري يعني. اي. ما انت ما جبتش ال 50. لا ما جبتهاش. يعني 46 47. هي في العدد الزمالك 69. طيب اكبر مني بسنتين. بس انت من زمان بقى 10 و12 سنه بتسافر. هم دول اللي بيوديكوا الواحد. دول اللي بيوديكوك. والله. والله. بس ليه بقى انا عايز اعرف ليه العاده لما بيجي يخش الجيش ما بيرضاش يقول للقيادات بتوعه عن الصنعه بتاعته؟ ساعات ما حدش بيسأل. طب ولما بيسالوا ممكن تقول مثلا سواق. ده لو انت سواق. ايوه مثلا معك مهنه. ما هو انت مثلا راجل فلاح ممكن تقول انا فلاح. تيجي مثلا ظروف زي تتهوى يقول لك اللي عنده اي مهنه يسعى. ايوه. في ناس ما بترضاش يقول لك هيشغلوني. مجانا وبيباشر. ايوه ما انا السواق ما بيباشر. واحد يقول لك ايه ما كفاك دنيا ورايح دنيا وبلاش المسؤوليه. ان انا لو سواق هيمضوني على العربيه ممكن اترمي في مكان وحش. ممكن ظابط مرمط ما يتيني امه كل شويه يروح وهات وتودي وروح وتعالى. ما بيبصش لكده. طب معانا سواقين ما كفتهاش يا ما اتحبست. كان معانا سواقين دفعتي كفت عليه المير بتاعها في السجن. ليه بقى؟ سايق لاجل الظروف. ان المير ده ما دامت مضيت على حاجه بقت بتاعها. لما يكون طالع بلور ولا بتاع ولا طالع بعربيه اتخبطت منه ولا واحد وراه بتبقى عليه هو. حط عليه هو. لا سيبنا من السواقه لان السواقه الى حد ما تعتبرش من المهن اللي احنا خليك مع النجار الميكانيكي الفلاح. يجي برضه ساكت يخاف يقول لك لا ده هيشغلوني. بيهرس كتير امه وكله بلاش ببلاش. ايوه بس بيطلع ايه؟ بقى بيطلع بص ده كمان بيوظفوه احيانا. المشكله ان ما حدش عملها. بس انا كان في وقت عندنا كنا في مصر كان ميكانيكي. عادل النجار ده ما غير كلامك اللي هو عادل ابو سيد. ايوه. طبعا النجارين اللي عنده كده. ايوه. كان بعديها بدفعه هو. دخل كبير اللي قاعد يعمل الورق وبتاع. المهم اتمسك الحقيقي. ورق وقبل على صوت لبس ساعتها يمها على طول. ما خليتنيش عندي 30 سنه. ايوه. وكان متبهدل وكان طالع عين امه في الطوابير وفي التدريب وهو سنه كبير ما كانش متحمل. ايوه. لما رجع الضابط برضه هو جاله من الطوابير وقال قالوا تعالى.
كاس فتيش بتاعه في البيت يجي يروح اسبوع في الشهر. ايوه ما هو صنايع ايوه. شوية شغل، يروح مش عارف للظابط فلان يعمل له ايه شغل الفنون، يروح للعقيد فلان مش عارف يعمل له خلاص، واللي يروح عنده دوا ساعته طالع من دلوقتي. ما هي ده المكافآت ده غير برضو المعامله الحلوه ها. لا هو اغلبهم اغلب الصنايعيه او اللي بيبقى شاب صغير يقول لك لا يشغلوني ببلاش انا ايه مش عايز اعمل شغل وخلاص. وفي بيقول لك انا مهنتي كذا، ده بياخدوه بينزلوه المشروعات والشغل بيطلع من الجيش بص دولي. يطلع ايه؟ ده بيبقى دولي ما خلاص بقى ما انت عارف كتر النواح بيعلم الايه. ريس ايوه وده شغل طبعا جيش. الحاجه ببلاش ولازم يتعلم، ان ما اتعلمش في الايام دي مش هيتعلم في حياته. هو بيبقى اصلا صنايعي بيبقى مش محتاج انه يتعلم، هو بيبقى صنايعي. لا بيزداد خبره. ايوه لان بيبقى كل حاجه عنده، بيتودك كل حاجه عنده مباحه ليه هو متوفر. واشتغل براحته. ويشتغل براحته. يعني انت مثلا عشت ما تقدرش بره في الملكيه تجيب له خشب تبوظ فيه. ايوه لا ده الفتيش تبوظ. بوظ لا. انضف ترميه وتجيب غير. ممكن عده زي اللي انت شغال بها دي خربت او الخيط حرقت. عاد تديك ببلاش تروح تجيب غير. هي المشاكل في الحتت دي يا عم محمد. هي المشاكل في الحتت دي ان ابن المهنه يجي وهو يعني حته استخسار الشغل. وفي يجي يقول لك طالما المهنيين واولاد البلد كده بيستخسروا الشغل يستخسروا التطوع عادي بقى حلال اي حاجه تتعمل فيهم حلال. ايوه ماشي ده لما يكون بقى صنايعي فرماج ابن لذينه وبعدين ده برضو ما يبقاش ببلاش. ما هو برضو اكل شارب نايم ها في مشاكل عنده طبيه او بتاع ما. والصنايعي برضو ما يتغلبش في الفلوس ده كل شويه يقعد يا باشا انا النهارده عندي مش عارف مين راح المستشفى ولا انت مش داري. لا ما نتغلبش اي هو صنف المصري طبيعي في اي مكان. وخصوصا صاحب المهنه يعني ما احنا بنتكلم في المهنيين ما بنتكلمش في الايه في اللي هو اللي بيبقى رايح وخلاص. هي الوقت البلد بيجي فيها مهنه تاكل عيش. معاك مهنه تعرف تاكل عيش. ايوه سيبك من التعليم والحاجات دي كلها. ما يعيل هاي يا اخي ربنا ياخد بيتك سنه يا اخي يصلح حاجه. ثانوي ايه؟ هو عايز والله سنه كام؟ ثاني ثانوي. لا بقى يبقى خليك بقى معلش بقى بدون قطع كلامك التعليم برضه بيأكل اعمل معاه بس التعليم صح. انا ماشي معاه لحد دلوقتي مش مذاكر، انا ما عرفتش حاجه ماشي. لا ما هو بقى صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه. انا هقول لك على شويه حاجات وانت ايه اديك شايفني بقى لي 5 سنين هنا واديك شايف الدنيا قدامك وليك خبرتك. في كليات الناس ما بتبصلهاش وخليك على راي مثلا خليك فاكر مثلا اللي بيقول لك ايه اللي تجوم له الناس اللي بيكتبوا الناس تصحى انت. بس. كليات اسمها كليات الاداب والحقوق. كل الناس بتسيب الكلام ده ويقول لك هيعمل ايه يعني محامي الاداب مدرس كان ممكن مدرس صحفي دلوقتي في كمبيوتر اعلام الالكتروني اخصائي طب ده اجتماعي. الوقت مش حسب المجموع. خليك بقى مع الكليات دي ما بتاخدش مجموعه ايه ما تاخدش مجموع عالي وما فيهاش وسايط والله وما عليهاش العيب. ما خليك بقى يعني كمان حتى الناس الاعيان وبتاع ما بيبصلهاش. يا سلام. يعني ما حدش هيضايق ابنك في واسطه ولا في بتاع. انت فاهم ازاي؟ يعني برضه انا باخدك في الحتت اللي ايه اللي تسلك فيها اللي ما تقعدش حد يزاحمك فيها من ولاد الاعيان عشان بصراحه الحته اللي بيخشوها ولاد الاغنياء تمشي انت فيها. سيبك مش هم بيخلوها وحشه بالفلوس بقى وبتاع بص مش هتقدر تمشي معاه. بيسمموها لك هيفضل انت الحاجه اللي هتيجي تقعد تعملها انت بالمجهود كده مش هتقدر تمشي معاه. لا مؤاخذه مش من انت ده لا مؤاخذه دول قد ايه دول فدان مثلا انت بتعزق لوحدك انا اقدر حاجه زي كده قول ده راجل اللهم صل على النبي. لكن لو انا واخد فدان جنبك معلش هروح حاطط لك اربع بص عزاجين هنخلص في 5 دقايق ونبقى شد حيلك وهعذبك ونكيد فيك نقول لك يا اخي ما تأجر لك نفرين وانت فقير. انت فاهم ازاي؟ وهيبقى شغل تعذيب وحش.
فانا بشاور لك على الكليات اللي ايه اللي كله غفلان عنها، اللي هي زي اللي الاداب والحقوق. خلاص. وفي حاجات اسمها كليات قمه اللي بيتحكم فيها المجموع العالي. هو ابنك علمي ولا ادبي؟ طيب ايه حاجات بتاخد كل اللي هي الهندسه وبتاع، لو قدر يجيب المجموع دي بيخشها برضه، دي ما بيبقاش فيها وسايط. كليه الهندسه مثلا لو هو علم رياضه، علم علوم ده عايز دي اللي بتجيب بقى المجموعات العاليه، المجاميع العاليه. طب ايه تاني غير الطب؟ هو ليه طالما في علم علوم ليه كليه علوم ماشي، وليه غير الطب وليه علوم والتجاره. بس التجاره ايوه، والتجاره التجاره والاداب والحقوق دي علم علوم برضه. ايوه. لما هو بص، بتاع علمي يخش كل الكليات بتاعت ادب، بتاع علمي علوم الحاجه الوحيده اللي مش هيخشها هي الهندسه بس. اللي هي علم علوم. الكليه الوحيده اللي مش هيخشها الهندسه، لكن كله مفتوح. خلاص. جه مثلا ابنك بالصلاه على النبي جاب مجموع مثلا قول 60 65، خلينا نقول ان هو زي ابن سلامه اجتهد وبتاع وجاب 90. حلو الكلام. يبقى الكليات الحلوه اللي تناسبه ايه؟ كليه علوم. هي احلى حاجه ليه. دي احلى حاجه ليه هو. ده لو جاب 90%. طبعا هو مش هيطول طب. لا، ما ممكن طب ما يطولهاش. ما يطولهاش. بس في حاجات برضه انقح من الطب. ازاي؟ ما بقول لك كليات اداب اهي. ما هو انت شوف بص، بس الكليات دي عايزه ايه؟ عايزه حته صبر. يعني ايه صبر؟ عارف فرق بين الجنايني والفلاح؟ الفلاح زرعتك دورتك في الزرعه 3 4 اشهر. الجنايني دورته قد ايه؟ على طول يعني 5 سنين 6 سنين على ما يبتدي ايه؟ يا بس ربي. لما يطلع خير احسن من الفلاح. ما ده صنايع، ده صنايع. جنايني صنايع. فانت كليه الاداب دي هي مش اول لما هيتخرج هيبقى اديب. لا طب لازم يقعد ايه؟ يقرا ويستمر. هي بتبقى 3 4 سنين بعد التخرج. اي نعم انت مش هتشوف منه حاجه، هتلاقيه ممكن برضه كل شويه يقول لك ايه هات لي فلوس، او لو شاف وظيفه او بتاع مش هتحس بتطور. بس انت تلاحظه في ايه؟ ان انت لازم يبقى ايده في ايده كل يوم كتاب. يعني هي دي بتبقى عايزه قرايه على طول وباستمرار. يا سلام. يبقى ايده في الشغل على طول. ويا سلام لو من دلوقتي ويقرا وما يقعدش يبدي في اراء. يعني سن ال 22 وال 23 البدري ده ما يقعدش يبدي في اراء كتير. يسمع ايه؟ مفيش عشرينات ولا 23. ما هو لسه ما جابش 23. انا بكلمك لما يتخرج. فانت الكليات اللي بالنسبه له حلوه. يعني انا كان نفسي اقول لابن سلامه السنه دي جاي 222. من كام؟ اللهم صل على النبي. 260 النهائي. طيب 2.6 من 10 جاب 222. 2.6 من 10 في 140 من 260. نهايتها 260 النهائي. ماشي 130 و129%. انا هو عامل له كده في حدود 75%. حسبنا الجنيه 90 ولا 85. يعني مش بس. لا ما تجيبش 85. لا حسبوها ما هنقول ايه 100 على 2.6 من 10 واخد بالك 2 فيها 50 22 يعني 40 قول 40 هتعمل لها ايوه 86 85 ايوه 84. انا بقول لك في الحدود دي. ايوه. طب دي تجيله علوم. تجيله كليه علوم. العلوم. كليه علوم دي بقى فيها الجيولوجيا اللي بتاعت البترول. بس بص اتك على الصبر عشان برضو البترول الاعيان حاطين عينه. بص انا عايز ابعدك. انا بكلمك والله العظيم انا ما اقصد غير كل خير. ما انا فاهم. انت برضو جاري وراجل صنايعي وانا اي نعم احنا يمكن انا مش من هنا من البلد وانتوا ما تعرفنيش قوي. بس انا مش هضرك ليه؟ لا ربنا ما يجيش ده. ماشي. و ادي كليه علوم تجيب بترول هتجيب لك الجيولوجيا دي البترول. بس انا عايز ابعدك عن العيال ولاد الاعيان بس.
عشان هو يرتاح، عشان ابنك يفضل مرتاح يبقى مع نفسه كده مرتاح. بس انت تبقى عارف برضه كليه علوم دي فيها حاجه اسمها الرياضه، طلع مدرسين رياضه، وفيها الجيولوجيا، وفيها الكيميائي. يعني الجيولوجيا والكيمياء دي بتبقى مع شركات البترول. بس برضه عايزه شطار، بس على اللي انت بتقوله ده هو ممكن تجي له علوم. لا على الوضع ده ايوه يمكن يجتهد في تلات الجادي. ربنا يكرمك. انت بقى اللي مطلوب بقى منك ايه؟ ليه؟ انك مثلا تتابعه تلاقيه ان هو يكون بيشوف سيما كتير. يعني انصحه دايما انه يتفرج على افلام سينما عربي اجنبي، يعني دي بتثقف وبتزود الذكاء. هو مشكلته افلام في التلفزيون اللي هي الضرب دي اجنبي خالص. لا ماشي الضرب كويس، بس اهم حاجه امريكي مش صيني. بس ما هو يعني علشان ايه تجيبه للدماغ، على حاجات شغل للدماغ. ما هو عشان بس لسه سنه صغير، ما هو حسب ما اتعود. ايوه يعني يعني هي اصل الحاجات دي عشان انت تيجي توجهه الفيلم من الافلام الروايات والعمق دي بتبقى عايزه ايه؟ ان هو حد يعرفه، حد يشاور له. وانت بس اقول لك نظامه ايه؟ نظامه ما اعرفش. يجي من المدرسه عنده مذاكره يذاكر، ما عندوش مذاكره يقعد قدام التلفزيون. المسكين ما يعرفش الشارع، جاره من هنا ما يعرفش اسمه ايه، جاره من هنا ما يعرفش اسمه ايه. هذا ذنب. ربنا يكرمك فيه. لحد ما اتخانق معاه بسبب ان ما يروحش عمامه وما يروحش لاخواله، ما يعرفش بيت حد، ما يعرفش نظام حد. ان حاولت العسة منه في مصلحه وحاولت تبعته بيت اللي رايح له دوا مثلا في نهايه الشارع او مثلا في الملف بتاع الشارع. لقي اتنين نسوان قاعدين في الشارع كتير يمشوا في الشارع. لقي اتنين واقفين قدام الباب بيتكلموا ويعاودوا يستنى شويه لما يمشوا وبعدين يجوا. ده نظام ايه؟ اللي هو ماشي بيه. اسمه ايه بقى هو؟ عليه نظامه لو رحت لو ليك عنده مثلا جنيه يركب مواصلات يصرف 10 جنيه عشان يروح يديك. طب ما هي دي الاخلاق اللي مطلوبه، ما هو عشان كده هو بينجح وبيجيب مجموع. شفت ابن لا مؤاخذه ابن اخو رجب كان جايب 90 السنه اللي فاتت. انا كنت عايز انصحه يخش اداب، بس طبعا هو رجب مين؟ اخو رجب ابو عبد الكريم كمان. سلامة. عبد الرحمن. كنت عايز تنصح اخش اداب. هو جايب 90، اصل اداب مناسبه ليه، بس ايه يعني انا عارف ان ده عايز بقى يشوف حاجه مضمونه في الشغل وبتاع، فدخل تكنولوجيا تعليم كويس. انا طب انا بالنسبه لك ايه ما بقولكش الحاجه اللي مضمون في الشغل ليه؟ لان انت في النهايه راجل صناعي تقدر تنزله معاك الغيط برضه هتشده. يجي مثلا نكون مزنوقين في دريد. ايوه هتشده وتفهمه ان ايه ادي اكل العيشه والفلوس، هي المصاريف ممكن نجيبها من هنا ماشي. اما بقى البعد الاجتماعي والقيمه الاجتماعيه بتاعت الشهاده دي اللي هتجيبها من الكتاب، ينسق ما بين هذا وذاك. لكن عشان اجي انصحك اقول لك بعد ما يتخرج اشتري له وظيفه ب 20,000 جنيه، لا انا ما اقول لك لا. طب ما انا ما اشتريتهاش بقى، ابص عليا انا ما اشتريتش وظايف. ما كانوا قدامي وظايف كتير، وظايف بتتباع. لا احنا لما نشتغل ناخد فلوس، ما ندفعش فلوس. انا اشتغل ندفع فلوس كمان، ولا هنسرق الناس بعد ما ندفع؟ ربنا يكرم ويجيب مجموع حلو في ثالثه اللي زي دي. يا عم هو بالمجموع الحلو انا زي ما قلت لك قدامه يا اداب يا علوم. يعني حتى لو تجاره قدامه اداب احسن، طالما هو بالوضع اللي انت بتقوله ده. لان كمان اليومين اللي جايين، هي اليومين اللي جايين يومين اداب. على انت بتسمع كلمه الصحافه الالكترونيه، اصل كل اللي هتعمله هتجيب له كمبيوتر ب 1000 جنيه، مفيش 1000 500 جنيه هتجيب له كمبيوتر وخلاص. هيقعد هو يخش على النت وتك تك ويكتب في مقالاته ويكتب في ابحاثه ويكتب في شغله وينزله. اصل ما عادش زي الاول، ما عادتش كتبنا اللي بنالفها دي نقعد نروح بيها لوحده يقول لك ايه وتفيد القارئ بايه؟ ما هذا انا بمزاج انزل على مزاجي دلوقتي. واحد يقول لي جزمه كلارك سديله بالشلوت. والله العظيم. يعني مثلا ما فيش دلوقتي رئيس تحرير ولا حد في الشغل ولا دكتور يقول لي لا انت ازاي مصوره من غير جزمه كلارك، ازاي يفيد القارئ بايه؟ لا اليومين دول النت فتح. فهي ايام كليات اداب، بس برضه مش عايزه اي حد، عايزه الصنايعي. بلاش من الطب دي، لو حتى لو جاب. لا لو جاب الطب يخش طب. لو جاب الطب خش طب. انا بكلمك الطب ده بحر واسع. كله بحر واسع. ليه؟ هو انت فاهم ان الاداب اسهل من طب؟ صعب بعيد. فبتاع طب بيقعد 7 سنين
عشان يطلع تقول عليه دكتور يعني حتى ممارس عام. بتاع اداب اي نعم بيتخرج بعد 4 سنين، بس عشان يقول على نفسه انا فيلسوف او اخصائي اجتماعي او مدرس فرنساوي لازم يقعد 3 سنين يتمرنهم في الحياه العمليه. يعني هي 7 سنين بعينها. هي ال7 سنين. هي والمحامي عشان يجي برضه ياخد قضيه او بتاع مش قبل سنتين تدريب، بعد السنتين. يعني بص، هي المستوى المرحله الجامعيه 7 سنين مش 4. انت 4 اسمك ايه؟ مؤهل. يعني ايه مؤهل؟ يعني خدت الطريق. بدات الطريق. يعني احنا حطيناك على السكه. يعني انت عرفت مثلا ماسكه التوريه كده بتضرب الصدر وبتلم من هنا على دي فاهم، بس اقعد بقى مع كل بقى ما كل فدان بتزوده انت بتزداد خبره وفاهم، وعظمك بينشف وتبقى ليك نظره تاني، وبقيت عارف ايديك ازاي تنزل على ما بين الزرعه دي والزرعه دي. غير بقى بتوع جزمك كلارك زي يكلحهم. هيجي يكلحهم لك والله. هو بص، اسوأ 20 سنه مرت على خريجين اداب من 75 لغايه 2011. ياه. ده لدرجه ان كليه اداب في مصر كانوا هيدوها. ليه؟ احمد نظيف كان هيدوها ويعمل مركز تدريب كمبيوتر. ما هو انت دلوقتي خلينا بقى نقول اسماء. لما تلاقي مذيع مثلا زي واحد اسمه اسامه منير ولا محمود سعد ولا اللي اسمه ابراهيم عيسى، الناس دي مشاهير بس هم مهنيا ما يعرفوش حاجه. حتى لما تيجي تكلمهم كلام مهني يقول لك كلمني عربي ويتريقوا وهو بيبقى فرحان ان هو جاهل. تعال اطلع له انت بقى من كليه اداب قول احنا دلوقتي بنشوف مثلا العماله الزراعيه ودور التطور ودور التطور المهني في التنميه المجتمعيه على مستوى المجتمع وعلى مستوى البشر وعلى مستوى الجماعه. لو تيجي تكلم حد الكلام ده يقول لك ايه هيفيد المشاكل. كلية الشرطة دي اخشها من كام؟ لا سيبك بقى من كل الشرطه دي عشان ما بص واسطه مجموعها كام يعني؟ بقى 50%. بقت 60 دلوقتي طلعوها شويه يعني عشان لا ما هي مجموعها قليل بس ب 200,000 جنيه والنبي سيبك من الشرطه ابعد عن الشرطه. 60,000 ما تدخلوش شرطه. بص وكتابي لا انا اللي بقول لك حتى لو هم دفعوا لك فلوس ليه؟ ابنك احسن من اللي جوه. ابنك احسن من اللي جوه. احنا عارفين بص انا بكلمك في لان الموضوع ده بصراحه فقعنا جدا. خليهم هم بقى بزرعتهم. ندمان لحد الوقت دخل. ابنه كان وحيد انا حبيتك بس ما رضيتش. لا العظيم ما مش شايف وهو ما وحيد وابني وحيد ويبعدوا عنه. ايوه ما مشكله ما عندوش يعني ملوش غير. ولاد الظروف كانت ايام مبارك حلوه. لا هي دي زادت. هي برضو الشرطه بص هي ليها وضعها وزادت دلوقتي واهميتها زادت. بس المشكله ان اللي ماسكين الجهاز نفسه ما زال في دماغهم انه مش عايز يتعامل معانا كشعب. خلاص هو حر وهو ليه نقاوه معينه ودي فكر معين ان هو عايز ينقي ناس معينه. ماشي. وليه تدفع له 200,000 دي رشوه؟ لا ما رش دي شرطه. شرطه؟ ايوه 200,000 دي تامين. ال 200,000 دي لا مؤاخذه بتبقى ايه اكراميه. عشان يخش شرطه. شيء لزوم الشيء. لا 200,000 ولازم كمان يقول لك تبقى من علية القوم كمان. طب ده انت لو 200,000 جنيه قول انا عايز اعين ابني محافظ. لازم مرسي ما قال بلاش المواعيد دي. كل واحد بتعبه ومجهود يجيب مجموعه خلاص. لا هي الشرطه ما هياش مجموع بس. وليه؟ في برضه لياقه بدنيه ورياضي وطبي لا دي مش هتحصل. او بص ما انا هقول لك على حاجه بقى خليك يعني ما احنا لسه في اول الكلام قايل لك ايه. خلينا بعيد عن المناطق اللي بيطمع فيها الاعيان. اولاد رجال الاعمال اولاد الاغنياء من الاخر يعني. لان المكان اللي بيطمع فيه الغني اولاد الاغنياء والله بيبوظوه بيخلوه وحش. ما بص ما بتستحملوش. انت دلوقتي بتتكلم في واحد زي ابنك مجموع كويس وهيجيب مجموع كويس ربنا يكرمه. هتقعدوا ليه بقى مع عيال بليده وجايبين 60% وبتاع ها ويبقى طالع من الكليه في عربيه مستنيه مش عارف عامله ازاي. هتدخله في سكه ملهاش لازمه. طبعا هيبص يلاقوا العربيات اللي بتشد ماله دي. ونقعد بقى احنا نخش بقى في حته الازمه بقى النفسيه بقى وبتاع وهو يقول لك انا ابن الفلاح المكافح وسوف اثبت لا سيبك من الكلام ده. عربيه سواقه توديه وعربيه
وانت التاني تقول له عايز عربيه يا ابني ابيع لك ال 18 جرات واجيب لك عربيه. مش هتمشي معاهم. لا مش مساله مش هتمشي، هي اصل بص، خليك في العام احسن، خليك في العام اللي مع الناس العاديه احسن. وبقول لك اللي تنام له الناس جم له انت. كليه اداب ما حدش باصص لها خالص. ليه السبب فيه؟ ما عشان الناس قليله ادب. يعني هي في اصل مثل بيقول لك مثل سليم، يعني هو المثل بيقول لك ايه، فلسفه ما بتاكلش عيش. كلمه فلسفه يعني المثاليات والتعامل يعني بنوع من الاداب والعمق الاخلاقي. وهي صحيح الفلسفه ما بتاكلش عيش، بس بتاكل جاتوه. ده بجد، الفلسفه ما بتاكلش عيش لكن تاكلك جاتوه. ليه يا عم؟ لانك عندك اخلاق هتبقى عمله نادره، وهيبقى عندك حته اللي هي العمق الذهني بان انت تتعامل مع الشيء بنوع من الفلسفه. كلمه فلسفه يعني مثاليه. وطبعا الاداب هي انواعها كتير، فيها مسرح وفيها اعلام وفيها فلسفه وفيها علاقات عامه وفيها فرنساوي وفيها لغات وفيها بص كل شيء. بس هي عايزه القرايه، هي سلاحها القرايه. زي ما انت كده كل يوم بص الغد الساعيه بتاعها هي برضه عايزه كل يوم كده قرايه. قرايه وبتدي. وبقول لك اليومين دول خلاص الصحافه الالكترونيه مفتوحه. والله هو عدم الاختيار. عرفنا معاه. بس احنا بنوجهه للطريق الصح وخلاص. لا ما هو انت برضه توجهه. انت اديك دلوقتي عرفت علوم. علوم دي فيها كيمياء، يبقى كيميائي. اللي هي بتاعت البترول، الحاجات بتاعت البترول. ودي بقى يبقى بلعبه برضه. ويوم ما يجي يقول لك حد مش عارف اصل دي البترول برضه بتدفع مش عارف بقت 150,000 جنيه من الكمبيوتر يبقى يشتغل في شركات. يعني ده مطلوب على المستوى الدولي. المهم ان انا عايزك تعمله كنصيحه ليك كراجل فلاح صناعي، ما تخليش حد في الحكومه ياخد منك جنيه. لان انت عارف في السوق ان الجنيه براجل. ده من اولها. ما تخليش حد ياخد منك جنيه. وهياخدوا ليه؟ ما هو هيقعد، ما هي بس سبب ايه؟ ما هيقعد يقول لك انا ما عشان ادخل لك ابنك الشرطه، ادخل لك ابنك مش عارف ايه. ليه؟ احنا مش عايزين ما دام التلفت انها تتهوى، مش عايزين، احنا مش عايزين نبداها كده بغلط وغلط. غير الغلط انت فلوسك انت اولى بيها. اي الله. لسه ادفع 200,000 عشان اخش شرطه؟ ما بناقص يا اخي. ده لما يخش في الهوا ده هداك. ده هو مجالاتك لو يدخل اي كليه من دول باشا. باشا وانت طالما معاك ال 200,000 ب 10 يا 10,000 جنيه يا عم اصرفهم عليه سنتين ولا شغل له عليها توك توك. يبقى يأجروا توك توك يجيب له 30 جنيه كل يوم. مع اصل بقول لك اكل العيش هيجي. ما حدش بيموت من الجوع. لا. الصعب هو المنظره. والمنظره سيب الناس بتاعت المنظره يا عم تتمنظر زي ما عايز. مفيش زي اللي يمشي مظبوط، يمشي صح. الغلط من كيف غلط؟ غلط بيخرب البيوت الغلط من تشتويه غلط بغلط. وبعدين المشكله انه هيحاربوك هم اصلا هنا اهل بلد. بصراحه عايز دخل ابنه شرطه يا واحد. انا سمعت بص للاسف الناس مش كويسه. ابو علاء ولا ابو محمد؟ انت ابو علاء بقى. مش كويسه وفاهمين ان الشرطه دي مثلا ايه، يعني كليه الفانوس السحري او اللي بيخشوا بيطيروا. لا بس الناس من ساعه تتهور. لا مش الوقت، انا هنا من 5 سنين. الناس تثبتها برضه. ايه دي؟ كان في الاول ياه تدخل الشرطه والقضاء. لا الوقت ما عاد. الكلام ده كانت الناس لما تقولها كده تحس حاجه كويسه. والله من ايام ما اتشال حكم الدنيا اتبسط كده والحكومه بتتغير. حتى اللي شغال في الهوا عسكر مش عايز شوف ما نشرب على امور تمشي زي ما تريد. الله يقويك، اللهم صل على النبي. احسنت يا ابو علاء، احسنت والله، ربنا يكرمك. وانت بقى اللي تسلم الايادي بجد. لا يا عم الله يقويك، الله يقويك. عارف لو النباتة عالية كده شوية
ايوه بتعرف تضربها فين وبتاع وتبقى ثبتت في الارض. تعمل ضربه باشا في الوقت اقل حاجه طوبه بتيجي عليها هتخلعها ابدا تنزل او تخلع اللي تحتيها. او تخلعها. ما ضربتش لسه خالص.
لا ده النهارده حلو ومش حر وحلو. بعد اذنك يا ابو علاء. لا طب ليه كده؟ لا بس علشان ما يتكبش بس عليك الجلد لما خفف شويه عشان مقطع. شكرا. ده الصغير ده. الثاني اللي ما فيهاش ايه ما انت مشغله معاك اهو. انا حاولت كتير ينفع انا ما كنتش عايز اتمرمط فيه. انا كنت عايز ماشيين والاثنين يفتحوا حاجه كويسه. يا ابو علاء اللي انت فيه برضه حاجه كويسه، وما تفتكرش ان الكتب ما هياش مرضى. لا والله ودي ماشي، ما هو اما انت لو فاهم ان ايه ان الشهاده دي وخلاص، لا ده ما كانش بص، ما كانش الورق يبقى متفرط على المكتب وياكلهم اكل مش هيعرف مش هيعرف يعديها. اللي جايب الكاريتا. طب ما هو يا عم شاطر وزجلك، اللهم صل على النبي ربنا يبارك لك. يعني اهو بص، ما هو عامل لك عربيه الكاريتا مليان. طيب ايوه ما هو جاب. طيب طالع من الشاي. ايوه لما هي المذاكره برضه شجع يعني مش بسيطه وعلى طول. يعني هي المشكله ان ايه، في بعد ما بيتخرج بيركن. دي اللي بتبقى القضيه، انه بعد ما بيتخرج ايه يقول لك ما خلاص ما اتخرجت. لا انت تفضل مستمر وتراجع اللي انت قريته تاني وتعمل ابحاث وتشتغل. اشتغل ما هو عايز يلبس السموك. الشمس دي الشمس جت دي. انت بتهدده يعني. ايوه انت بتهزر معاه بتعمل فيه نكته، عايز تعمل فيه مقلب. هو اصله كان غفير وابنه غفير. لا ما هو دي ده مشكله. ده يتأذي، ده يتأذي بالسمعه بالشبع. انا عايزين نخش العبود. دي دول يمسكوا فيه هو يقول خد تعالى انت بتتاجر في السلاح. ما صورته تاني ونزلت. دول اتصوروا ونزلوا. بس عم وجيه بقى عايز يلبس البتاع اللاسة. السلام عليكم. ازيك يا عم وجيه؟ ازي حالك؟ هو لسه شغالة في الوقت يعني لسه ما قفلتش. ما بنزلها ليه؟ ما شفتش بتاعت عم محمد ابو
محمد ابو خير ما سمعتش؟ لا ده انا نزلت على النت من اسبوع كان هو الغنم وبتاع. انا عامل زي ما تقول ايه تقرير كده متصور عن احوال الزراعه. الزراعة بس البلاد كلها يعني، ولا لك بعد لك تكمل البلاد السرة الحلوة يعني هو اللي بيزرع مين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى، بس ما كانش في بني ادم هيزرع هو مش متشبع في الصحراء يعني. اصل الزراعه وعملها ازاي ومنزلها في صالون اسمه صالون بنشير الثقافه على النت. بعمل لها مزيكا وبعمل لها شغل وبنتكلم واروح كاتب عليها مقالات وعامل وجيه مثلا كالراجل. متقدم في ما هو ده. يعني شغال حكومة الوقت. لا انا دلوقتي ده الشغل ده مع نفسي. لا الحكومه بقى بص لو انا مثلا في التلفزيون او بتاع هنروح بقى مش عارف عند العمده وراجل اعمال ناس تاني وجايه تفكير تاني. يعني شغل هو وظيفة. ايوه هو كلام حضرتك مظبوط بس سلاحك شهادتك وشطارتك والشغل اهو والنت مفتوح لكل الدنيا وفي عائد ما انا بشتغل فيه حر. لا انا مش مقدم شغل انت ده شغل حر يعني اعتبر يعني شركة خاصة يعني. خاصة كده لكن كده بالحاجات بقى اللي هي بتبقى القطاع العام ده وبتاع يفضل مأيدك بمفاهيم معينة ويروح لك لراجل الأعمال ونيجي مثلا نطلع المواضيع مثلا ونقول الناس دي كده. طب وده هيفيد المشاهد فيه؟ يقول لك لا انا عايزين ناس مشاهير. هيفيد المشاهد في ايه؟